اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل السردين المملح بخطوات سهله بسيطه. اول حاجه بنجيب السردينه اللي هي تكون بلدي، ما تكونش المتلجه هتملحيه هيبوظ معاكي وهيعمل ريحه وحشه. اما السردين البلدي هقول لكم ازاي نعمله بطريقه سهله جدا، وخلال 3 ايام هنفتح عليه وهيطلع معاكي احلى سردين. اول حاجه جبت السردين بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، وغسلته غسله كويسه تحت الحنفيه، حطيته في مصفى الاول وغسلته غسله كويسه تحت الحنفيه، وسبته بقى لحد ما صفى الميه بتاعته نهائي، ونتأكد ان مفيهوش مية خالص عشان السردين ينجح معاكي، ما يكونش عليه نقطة مية. عشان اتأكد بقى ان السردين بتاعنا نشف معايا خالص. هو طبعا انا سبته 3 ساعات لحد ما صفى المية بتاعته خالص، بس حسيت فيه ان هو برضو مرطب معايا في ايديا، فعشان ينجح معايا لازم يكون السردين نشف خالص. جبت فوطة مطبخ كده ونشفته، وبعد كده مسكت واحدة واحدة برضو نشفتها عشان اتأكد ان السردين بتاعنا كله ناشف. مسكت واحدة واحدة كده ونشفتها. تمام، هعمله كله بالشكل ده كده عشان يطلع معاكي سردين ناجح كده. خلاص نشفته كله وتأكدت خلاص ان مفيهوش نقطة مية. هنجيب بولة فاضية وهنزل بمعلقة كبيرة ونص من الملح، معلق الاكل اللي احنا بناكل بيها، معلقة ونص ملح من الملح الناعم عادي مفيش اي مشكلة. وهنزل كمان بنص معلقة كبيرة من الشطة. السردين اللي معايا ده حوالي كيلو الا ربع، يعني كل كيلو سردين بياخد حوالي معلقة ونص من الملح. تمام، ضفت معلقة ونص من الملح على نص معلقة من الشطة وقلبتهم تقليبة كويسة. اخدت كمية نص كمية الملح اللي معانا وحطيتها على السردين بالشكل ده كده، وهنقلبه تقليبة كويسة كده. تمام، هقلبه تقليبة كويسة. بعد كده هنجيب اي علبة فاضية عندك بس يكون لها غطا محكم، وانا كان عندي علب من علب الجبنة، طلعت واحدة كده وقلت هعمل فيها. جبت كيس التلاجة وقسمتها كده بالطول والعرض، وبعد كده فرشتها في العلبة من تحت بالشكل ده كده. هتجيبي بقى شوية ملح وترشهم كده في العلبة. بعد كده هتجيبي بقى السردين بتاعك وترصي الراس وديل بالشكل اللي انتوا شايفينه. يطلع بقى معاكي سطر سطرين على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. كده خلصت الكمية اللي معايا وكده ورصيتها بالشكل ده. هتجيبي بقى بقية الملح وترشيه. بعد كده هنجيب 4 5 ورقات من اللورة كده ونحطهم على الوش، هيخلي ريحة السردين معاكي تحفة. وهاتي بقى نص فنجان زيت ورشيه على الوش بالشكل ده كده. بعد كده بقى غلفي العلبة بتاعتك كويس، حاولي بقى ما تخليش الهواء يدخلها خالص. هنجيب بقى الكيسة وهنتنها من على الحروف بتاعتها، ونحاول بقى نحكمها كويس عشان ما فيش هواء يدخلها. وهنقفل بقى العلبة بتاعتنا كويس، ولو عندك كيسة بقى او كيستين حط العلبة في قلب الكيسة. طبعا هنسيب العلبة بتاعتنا دي على الرف الاولاني من التلاجة عشان ما يبص معاكي السردين. لو سبت السردين بره هيبوظ معاكي. حاولي دايما تحطيه في باب التلاجة من تحت. هياخد 3 ايام بالظبط وهتفتحي عليه هتاكلي احلى سردين. لو عجبكم